ما شاء الله حبايبنا، انتهينا اهو من البرج. ما شاء الله المرحلة اللي هي ايه الأخيرة، تم تشطيب البرج، اللهم بارك اهو. ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو حد من الناس اللي متابعاني دايما كده تابعني واسمع الفيديوهات القديمه، ودايما اشترك في القناه باذن الله عشان تستفاد، بغض النظر حتى لو مش هتعمل برج يبقى عندك معلومات. تمام. بص احنا ايه الفيديو اللي فات قلت لك هنقفل العمود ده هيركب عليه سيراميك عشان ما فيش حاجه تعرف تطلع هنا وتعرف تخش من هنا. قفلت الفتحات اللي هي القريبه من البرج ايه، يا رب تكون باينه معاكم. الفتحات يبقى اصبح من العمود اهو مفيش فتحات يمه، العمود مفيش فتحات جنبه. طبعا الشويه دول من العمود هيركبوا سيراميك برضه يا جماعه، والشويه دول لحد الباب كده هيركبهم سيراميك. نخش بس من الداخل كده برضه، ما شاء الله اللهم بارك اهو. حضانه صغيره، عامل لهم حضانه صغيره تحت اهي، اللهم بارك. ماشي. والشغل طبعا معمول حوالي 50 سم تحت الحضانه دي عشان لو في زغاليل ولا حاجه وقعت تخش جواها، ومرحله تطلع بقى ايه الحمام لحد فوق. ما شاء الله الشغل من فوق لتحت اهو، اللهم بارك لحد القفل. ما شاء الله البرج ده تقريبا فيه يعني ارتفاعه حوالي 8 متر وشويه. ماشي. في 1520 فخاره بالظبط اهو، ما شاء الله اللهم بارك. برضه عملنا الرسومات اللي هو عايزها وظبطنا له الشكل هادي، وربنا يبارك لصاحبه يا رب كده ويطعمه منه خير. ارقام التواصل بتاعتنا يا جماعه تاني: 01000 73978 03 وحايد 858 30 31 012 74 71 65 99. شغلنا في كل المحافظات. بنكرر للناس اللي متابعانا معلش الايام الجايه دهيت الناس يعني تتواصل معايا على الواتساب بس من اول ان شاء الله 25 ذو القعده ان شاء الله باذن الله لحوالي يعني 10 ذو الحجه باذن الله. تتواصلوا معايا على لان التليفونات مش هتبقى شغاله مكالمات، هتبقى شغاله واتساب بس او الماسنجر معايا. تمام. وربنا يرضيكم ويا رب كده ويعيد عليكم الايام الطيبه ده بخير. ايام ذو القعده ذو الحجه الاشهر الحرم. ماشي. ما شاء الله برضو اهو البرج من قريب. حاول نجيب لكم شويه معايا اهو البرج عن قرب. انا طلعت حاولت نطلع على البسطه بتاعت السلم ماشي عشان تشوفوا الشغل معانا من فوق لتحت اهو. يا رب بارك لصاحبه واجعله فتحة خير عليه. ماشي. والشوية دول مخشنينهم تحت عشان يركبوا سيراميك اهو. الرسومات برضو اللي انت بتحتاجها بنعملها لك في الشغل. الخشب مكثف له الرفارف دايما يا جماعه، كثفوا الرفارف في الشغل من فوق عشان الرفارف ديت ممتازه خالص للحمام بيحتاجها من فوق ويلعب عليها، والحمام اللي لسه بيتعلم الطيران بيتعلم فوق. ربنا يبارك لصاحبه يا رب. تنسناش بقى ان شاء الله من صالح دعواتكم. والباب دايما النقطه دي مهمه، تعالى حد شويه. الباب النقطه دي مهمه يا جماعه، دايما الباب بتاعك خليك دايما خليه عالي شويه بحيث لما تدخل اهو انا دخلت مستريح اهو. تمام. انا لما ندخل مستريح من الباب. ما توطيش الباب لان في ناس بنشوفها احيانا والابراج القديمه بالذات بتعمل الباب بتخليه قصير كده، فالباب القصير هيتعبك انت شخصيا. تمام. فخلي الباب هناخد معانا الجزء ده السيراميك كله، مع الجانب ده كله هيتاخد سيراميك لحد الدوران بتاعنا ده هو كله باذن الله. والخشب بنكرر النقطه دي مهمه خالص. تعالى معانا كده. الخشب دايما بتاعنا لما تيجي تعمل الشغل بتاعك عود نفسك الخشب يبقى اعلى من راسك انت عشان لما تخش ما تتخبطش فيه، تقوم في الطلعه والدغله تتخبط. وممكن تعمل سلم لو المرحله دي عاليه عليك هناخد سلم خشب كده اهو. ماشي. هنعمل لكم نموذج لحظه واحده بس كده، خليكم معايا هنوقف الفيديو. خليك هنا بس هات البوك. ماشي. بيان على المعلم هنجيب خشبتين بس، خشبتين يكونوا عروق ما يكونوش جزورين عشان الجزورين بيسوس وما يمشيش السوسه بالعروق البيضاء. ماشي. هتجيب حتتين خشب وهتيجي عامل واحده كده. ماشي. بس هتسند بقى، بس دول حتتين قصيرين خلينا على سبيل المثال اهو. ماشي. بس هتريحهم انت زي ما انت عاوز وتحط درجه 2 3 4 4 درجات سلم، بس خليهم مستريحين. دول انا موقفهم ليه؟ عشان خاطر هم قصيرين يعني المكان. وهنمسك هنطلع لحد ما نطلع فوق براحتي، والمكان بيبقى سهل وامن جدا 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 للشغل. معلش طولت عليكم في الفيديو. يا رب تسامحونا كده ويكون الشغل عاجبكم، وربنا يبارك لصاحب البرج ويرزقه منه خير. مشروع لسه كده مشروع في البدايه، ويبارك لكم جميعا وادعوا لصاحب البرج وادعوا لنا معاكم في الايام الطيبه الجايه ده اهي. ربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال. جزاكم الله خير، شرفتونا ونورتونا.
وبادعوا لياسمين. ياسمين ده صغيره معانا كده بتحب الحمام وبتحب البورد، ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها. فاحنا بقى النقطه خالص مهمه، اخر نقطه هنتكلم معاكم فيها، مراحل الشغل. ازاي مراحل الشغل؟ اول حاجه انا بنيت البرج، رقم واحد مباني البرج. رقم واحد بنيت القاعده اللي تحت، ماشي، القاعده اللي هي بالطوب. رقم اتنين انا بنيت البرج وخلصته. رقم ثلاثة لو هتدهن البرج يبقى دهان البرج الاول. دهان البرج ايه الاول؟ بعد دهان البرج الاول نركب الباب بتاعي. بعد تركيب الباب اخر مرحله عندي في الشغل هو السيراميك. نركب السيراميك بعد الدهان وبعد الباب عشان نحبك على الباب كويس كويس. وبعد كده نحط حمام جوه، مش كل شويه ندخل على الحمام بعد ما ندخل الحمام. ديت حاجات ايه مهمه خالص. خلينا نحل شويه. يا رب يكون الصوت واضح معاكم. اول خطوه بنايه القاعده اللي تحت. تاني خطوه خلصت مباني البرج زي كده. تالت خطوه تدهن. طب ليه ندهن؟ لو هتدهن، لو مش هتسيبه يعني على اللون بتاعه. لما ندهن يا جماعه، لو ركبت سيراميك الاول الدهان هينزل على السيراميك هيخشنه. فانا عشان كده بقول لك اول حاجه بعد ما بان البورد تدهن. بعد ما تدهن تركب الباب. اخر حاجه عندي السيراميك عشان يحبك على الباب. جزاكم الله خير ودمتم بخير. حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.